مساء الخير. أهلا وسهلا بكم في ساعة جديدة من لقاءات ساعة لنفسك من بيت المشورة. أنا اسمي مدحت مراد. بتشرف إن أنا عضو من مجموعة بيت المشورة من الفريق بتاع بيت المشورة. اللقاء بتاع النهاردة إحنا هنتكلم على موضوع العقاب في التربية أو التأديب. والحقيقة إحنا هنجاوب على شوية تساؤلات كتيرة بتحيرنا مع أولادنا. ابني العنيد، ابني اللي مش بيسمع الكلام، أضربه إزاي؟ أعاقبه إزاي؟ أعاقبه إمتى؟ ولغاية إمتى العقاب يبقى كويس؟ كل ده هيبان في المحاضرة أو في الساعة اللي إحنا هنقضيها مع بعض. في الأول عايز أقول شوية ملاحظات. عايزهم يكونوا في الخلفية بتاعتنا وإحنا بنسمع المحاضرة. شوية ملاحظات، كل ملاحظة عايزك تسمعها وتركنها على جنب، تسمعها واركنها على جنب. لكن خليها كلها في إطار سماعك للمحاضرة اللي إحنا بنتكلم فيها. أول ملاحظة عايز أحطها كده قدامكم، علشان يبقى فيه عالم حقيقي، عالم ما يكونش فوضوي أو خيالي. لازم يكون فيه هناك شوية ثوابت وشوية قوانين. يعني في قانون الجاذبية. يعني الورقة دي أنا لو ماسكها كده وسبتها مليون مرة هتقع. في قانون عشان ما يبقاش الدنيا فوضى. في قانون لتتابع الفصول، الشتاء بيجي بعده الصيف، الصيف بيجي بعده ربيع، خريف، وهكذا في تناوب تام. في قانون تاني الزرع والحصاد. بدون القوانين ديت، بدون الثوابت دي، العالم هيبقى عالم خيالي وهيبقى عالم فوضوي. من القوانين ديت قانون الثواب والعقاب. وده قانون بيحكم العالم، قانون بيحكم الشركات، قانون بيحكم الشخص وهو ماشي في الشارع، انه في ثواب وفي عقاب. القانون ده لازم يكون كمان موجود في العلاقات أو في التربية، إنه في كل ما هتعمل حاجة كويسة هيكون في ثواب، ولما تعمل حاجة غلط هيكون في عقاب. دي أول ملحوظة، خلوها على جنب. الملحوظة الثانية، ونظرا ان احنا معظمنا سواء رغبنا او لم نرغب في منطقة الشرق الاوسط لينا خلفية دينية، فاسم وصفة من صفات الله هي العدل والرحمة. وبالتالي احنا بنتعلم من خلال الأديان عن الله انه في توازن ما بين العدل وما بين الرحمة. وبالتالي بنتعلم احنا كمان انه في معاملاتنا البشرية ومعاملاتنا مع البشر ومعاملاتنا مع اولادنا تحديدا لازم يكون في هناك عدل ورحمة. فإذا كان في هناك توصية إنه لازم يكون في عدل، في حساب، في عقاب، لكن في أيضا توصية إنه لازم يكون هناك رحمة في العقاب، وفي محبة، وفي لطف في الحساب اللي احنا بنعمله. والاتنين لازم يمشوا في توازن تام. فحذاري واحنا بنربي أولادنا إن احنا نقع في فخ العدل، الحساب بس، العقاب بس، دون الرحمة. ففي توازن بين الاثنين عندنا، بنعاقب لكن بنعاقب برحمة، بنعدل لكن بنعدل بلطف. الملاحظة الثالثة إنه الغرض من أي قانون، أي قانون موضوع إنه يحسن الأداء، إنه يضبط الأداء، إنه يوجه ويعدل السلوك علشان يكون سلوك إيجابي. فالغرض من وضع القانون العقاب أو من استخدام العقاب في التربية هو تعديل السلوك. فالغرض لازم لازم ينصب لتحسين سلوك الطفل، لازم ينصب لتحسين سلوك الولد أو البنت، مش بغرض
إيذاء الطفل بدنيًا أو نفسيًا بالعقاب. 4 حُط الملاحظات دي في دماغك لغاية لمّا نخلّص المحاضرة. عايز أفرّق بين حاجتين، ويمكن الحاجتين يكونوا ليهم مسميات مختلفة. في خطأ بغير قصد أو بجهل، وده في الEnglish ممكن نقول عليه mistake. والmistakes ديّة أو الخطأ دوّة يجب أن يُقابل بحُب وتفاهم. لكن في خطأ عن عمد، اللي هو بالEnglish intentionally wrong. ده خطأ عن عمد، واحد قاصد، ده لازم يُقابل بالحساب. فابني وقعت منّه الكوباية وهو سِنّه 3 سنين، وقعت اتكسرت والكوباية دي غالية. هو مش عن قاصد ديّة، ده خطأ ناتج عن جهل، ناتج عن أي حاجة تانية غير إن هو قاصد عن عمد، غير لمّا ابني يشخبط على الحيطة بالألوان. ففي خطأ عن جهل، ده لازم يُقابل بحُب وبتفهُّم وإن أنا أعي إنه ابني ما يقصدش الكلام دوّة. وفي خطأ ده مُتعمَّد من الطفل، ده هو اللي لازم نحاسب عليه الطفل. لذا خلّينا نفرّق لمّا تيجي أولادنا تغلط، ولمّا نيجي نستخدم العقاب نقعد كده مع نفسنا نقول الخطأ ده كان خطأ مقصود والّا مش مقصود؟ 5 حيث إن إحنا بنتكلم على القوانين، عايز أفرّق ما بين حاجتين. في حاجة اسمها مبادئ، وفي حاجة اسمها قوانين. إيه الفرق بينهم؟ المبادئ يا جماعة مش بتتغيّر. لا بتتغيّر مع الزمن، ولا بتتغيّر مع الوقت، ولا بتتغيّر بالتقادم ولا أي حاجة خالص. فالمبادئ إنه إحنا مش بنكذب، المبادئ إحنا مش بنسرق، المبادئ إحنا مش بنمِد إيدينا على حاجة مش بتاعتنا، دي principles، مبادئ ثابتة على طول. طب إيه حكاية القوانين؟ وهنا دي اللي أنا عايز أفرّق فيها. في مبادئ قُلنا وفي قوانين. المبادئ ما بتتغيّرش، إنّما القوانين ممكن تتغيّر. تتغيّر حسب إيه؟ ممكن تتغيّر حسب الوقت، ممكن تتغيّر حسب المكان، ممكن تتغيّر حسب السِن. فأنا لمّا أقول إنه في قانون أنا حطّيته لابني وهو في إعدادي إنه ما يرجعش البيت بعد الساعة 21:00، القانون ده ممكن يتغيّر لو الولد وصل سِن الجامعة. لإنه مش هينفع عند سِن الجامعة وهو أصحابه بيسهروا وهو لوحده راجع البيت الساعة 21:00. فالقوانين ممكن تتغيّر حسب الوقت وحسب المكان، وده مش إهانة للقوانين خالص، خالص. المبادئ هي اللي ما بتتغيّرش، إنّما القوانين متحرّكة شوية حسب التوقيت وحسب السِن بتاع ابني وحسب المكان اللي إحنا قاعدين فيه. من فضلك حُط الملاحظات دي كلّها كده على جنب لغاية لمّا نخش في موضوع التأديب. 6 التأديب مش مرادف للعقاب، ده خلْط، ده خلْط لإن إحنا نشأنا في جو بيربط ما بين التأديب والعقاب. فالتأديب مش مرادف أبدًا للعقاب. التأديب أو الdiscipline هي كلمة لاتيني معناها التوجيه، وإحنا اتكلمنا إنها توجيه السلوك اللي مش مضبوط. فالتأديب هي الdiscipline، ودي كلمة لاتيني معناها التوجيه. التأديب الأطفال أي تعليمهم إزاي يتصرفوا وإن هم يتحكموا في سلوكياتهم. تمام. 7 العقاب. العقاب نوع من أنواع التأديب، فرع من فروعه، فهو مش مرادف للتأديب. تمام؟ العقاب هو دفع التمن، أدفع تمن حاجة أنا عملتها غلط. لكن التأديب أنا باوجّه التوجيه إلى الخطأ اللي حصل وإصلاح ما فسد. فالعقاب يُعتبر جزء من التأديب. تمام؟ والعقاب ده ليه أشكال كتيرة، كل ما هنخش في المحاضرة هيبقى واضح لينا. ففي العقاب الجسدي بالضرب، في العقاب المعنوي، في العقاب بالإهمال، في العقاب إن أنا أحرم ابني من حاجة هو بيحبها وهكذا. فاللي عايز أقوله في النقطة نمرة 7 دي إن العقاب فرع من يعني فرع من فروع التأديب وليس مرادف للتأديب.
التربية زي أي حاجة في الدنيا، التربية زي أي حاجة في الدنيا، ما لم يُبذل فيها وقت وجهد، فمصيرها هيكون الفشل. فطبقًا للمبادئ اللي إحنا قُلناها، ذاكر هتنجح، هتذاكر كتير هتنجح كويس، اجتهد هتوصل، في زرع في حصاد. فكل ما تبذل مجهود في عملية التربية اللي أنت بتعملها مع ابنك في ال10 سنين الأولانيين، كل ما هتوصل. مش هتبذل مجهود، هتلاقي الولد أنت مش عارف تتحكم فيه، وأي عقاب مش هينفع فيه. فالتربية عاملة زي أي حاجة في الدنيا، محتاجة وقت ومحتاجة جهد ومحتاجة جزء من التفرغ. لإنها التربية، أنا مش مختلف معاك إنها مسؤولية، التربية تحدي صعب جدًا، لكنها فن ومهارة مفقودة عند ناس كتيرة مننا. 9. بعض المشاكل بعض المشاكل أحيانًا بتبتدي من الوالدين، من بابا وماما، منّي أنا وزوجتي. الوالدين النهارده هم أكثر انشغالًا، هم أكثر تساهلًا، آآ أقل تمسكًا بالتقاليد مما كانوا عليه، ممكن يكونوا أتجاسر وأقول أكثر إهمالًا. فأنا باقول في النقطة دي إنه بعض المشاكل بتبتدي أحيانًا من الوالدين. إذا كان الأب بيكذب، فأنت جاي بتحاسب ابنك على كذبة ليه؟ ما هو الmodel اللي هو شايفه إن باباك بيكذب، فخلاص، يعني زي ما ده بيكذب هو ده هيكذب. فإنك أنت راجع من الشغل، راجع ولقيت ابنك عصبي، ما هي لو مراتك عصبية هو طالع ليها، مش أكتر من كده. فلو أنت راجع من الشغل متنرفز وضربته على عصبيته، فأنت بتعاقبه على إيه؟ ما هو الغلط ما ابتداش من عنده، ابتدى من الmodel اللي هو شافه في البيت. إذا كان الولد بيقول ألفاظ مش كويسة في البيت، فهو شاف الmodel دوّة في البيت. إذا كنا وإحنا في العربية بعد ما كلت كيس الشيبسي رُحت فتحت الشباك ورميته، فأنت بتعاقبه ليه لمّا رمى ورقة الكلينكس برّه العربية؟ فاللي عايز أقوله إن بعض المشاكل بتبتدي أحيانًا من الوالدين. آخر نقطة في المقدمة بتاعة الملاحظات ديّة اللي أرجو إنكم تكون موجودة في أذهانكم يعني، الإنسان عمومًا وخاصةً الأطفال، عندهم رغبة إن هم يتحدوا القوانين والتقاليد، وإنه يوسّعوا شوية حد القانون. في رغبة كده دفينة، وفي بعض الناس بتعتبر نفسها إن هي أعلى من القانون. لأ، القانون ده مش محطوط ليّا، القانون ده أنت ما تعرفش أنا مين، أنت ما تعرفش أنا ابن مين، وهكذا. إحنا الكبار بنعمل كده. الأطفال عندهم نفس الرغبة دي، رغبة في تحدي القانون. فهو بيحاول إن هو يزُق الحدود اللي أنت حاططها، يزُق القوانين اللي أنت حاططها علشان يشوف هل القوانين دي لسه في مكانها والّا اتحرّكت؟ هل الحدود دي لسه في مكانها والّا اتحرّكت؟ نمرة 2 هو عايز يشوف، عايز يختبر رَد فعلك، أنت هتعمل إيه؟ فلمّا أنت تقول إنه ميعاد الرجوع الساعة 23:00 وهو في تحدّي يرجع مرّة الساعة 23:30، هو عايز يشوف إذا كان القانون دوّة محطوط والّا اتحرّك من مكانه، هو عايز يشوفك وعايز يشوف رَد فعلك، أنت هتسكت والّا هتتكلّم؟ يعني هتاخد رَد فعل. الطبيعي مننا إن إحنا بنقعد ساكتين، يعني أنا بابقى قايل له يرجع الساعة 10:00، فالساعة 10:30 ما بنتكلمش ورجع، بس هو تاني مرّة بيزُق القانون ده شوية، يخلّيها 11:00. باجي أنا على الساعة 12:00 مرّة أروح مطلّع ثورة عارمة، ما أنا اللي سكت من الأول. فنخلّي بالنا من الحتّة ديّة، هي حتّة نفسيّة غريبة، ما أعرفش ليه كل ما بنلاقي قانون يعني بما فيهم أنا يعني باحس إن القانون ده محطوط علشاني أنا بس، فبيبقى عندي رغبة إن أنا أزُق شوية، الأطفال عندهم نفس الرغبة. آخر نقطة في الجزئية ديّة، عايز أقول لك ما تقلقش إن حُبّهم ليك هيقِل لو أنت اتصرّفت بحَزم من وقت للتاني، ما تقلقش من الحكاية ديّة. في قراءاتي ل ل ل ل في التوراة لسفر اسمه سفر الأمثال لسليمان الحكيم،
بيقول ده عبارة عن أمثال بيقولها للناس وعبر وحكم بيقولها للناس. فإحدى الحكم اللي هو بيقولها للناس: الرخاوة لا تمسك صيد. يعني البني آدم الرخو اللي هو ما بياخدش أي رد فعل، الطري، اللي هو بيفوت، اللي هو عامل فيها إن هو صدره واسع، اللي هو بيتعامل مع الأمور كده برخاوة، ده مش هيعرف يصطاد، ما يصطادش حاجة. الرخاوة لا تمسك صيد. فإذا كنت رخو في تربية ولادك مش هتعرف تتحكم فيهم. عايز أقول لك هيحبوك أكتر، وهيدركوا إن هم فعالين ومقبولين في المجتمع لما يكبروا بسبب الحزم اللي أنت عملته معاهم في وقت معين. فما تقلقش من إن حبهم ليك هيقل، لا مش هيقل، مش هيقل لو كنت حازم، بل بالعكس هيفتكروا الكلام ده. واللي منا اتربى في مدارس الراهبات عارفين قد إيه المدارس ديت عنيفة جدا في تطبيق القوانين. يقعدوا يلفوا على الولاد: قاصص ضوافر ولا لا، ملمع الشوز بتاعه ولا لا، البنت الشراب بتاعها ابيض ولا لا، لما شعرها ولا لا، كل يوم كل يوم من دي 1 لغايه لما يسيبوا المدرسه. الكلام ده بيحفر جواهم وبيطلعهم آنسات وأولاد آه، محترمين مجتمعيا ملتزمين، لأنه اتشد عليهم في وقت من الأوقات. فما تقلقش على حكاية حبهم ليك دي، بل بالعكس لما يكبروا شوية هيعرفوا إنك أنت كنت بتحبهم قوي لما كنت بتعاقبهم. إزاي نفرض التأديب؟ بعد المقدمة الطويلة دي، الحاجات دي يعني حطوها كده في دماغكم وهنخبط فيها كده طول ما احنا ماشيين. إزاي نفرض التأديب؟ في 4 ملاحظات قبل ما تيجي تفرض أي عقاب، قبل ما تفرض أي نوع من أنواع العقابات. أنا مش بتكلم على الضرب، أنا بتكلم على العقاب عموما. في 4 نقط أو 4 ملاحظات من فضلك إنك أنت تخلي بالك منهم. أول نقطة هي بنسميها وضع القوانين أو ترسيم الحدود. يعني إيه؟ يعني عدم وجود قوانين، احنا قلنا العالم هيكون فوضوي، العلاقات هتكون فوضوية، فلازم نحط قوانين واضحة. إذا كنت عندك طفل عنده 2 عنده 3 عنده 5، إذا كنت نسيت تحط قوانين، اقعد مع زوجتك، اقعدي مع زوجك وحطوا شوية قوانين لكل حاجة، كل حاجة في الدنيا. الأكل، بناكل امتى، بناكل بين الوجبات ولا لا، بناكل بالليل ولا ما بناكلش بالليل، النوم بننام الساعة كام وبننام كام ساعة، المدرسة ما بنروحش المدرسة لما كل ما نحس ان احنا تعبانين ولا في الضرورة القصوى، استعمال الموبايل، اللعب، الكلام اللي يتقال، كل حاجة لازم يتحط لها قانون. انما عملية انه ما فيش قوانين والقوانين تطلع فجأة في التجاوز، ده شيء مرفوض. فأول حاجة وانت جاي تفرض العقاب لازم يكون فيه شوية قوانين لكل أمر حياتي. 2، إذا كنا حطينا قوانين لازم القوانين ديت أو القواعد ديت لازم تكون واضحة، لازم تكون واضحة. فما ينفعش نحط قانون مش واضح يا جماعة. الطفل ما عندوش الكابابيلتي، ما عندوش الإمكانية إن هو يتكهن، إن هو يفهم، ان هو يدرك انت عايز تقول ايه. فنقول مثلا احنا رايحين زياره عند واحده صاحبتنا، ف انا بكلم ابني بقول له المفروض انك انت تتصرف بشكل لائق في الزياره. ده مش قانون، ده قانون مش واضح، ده كلام غلط هو ما يفهموش. طب الصح ايه؟ الصح ان احنا رايحين عند واحده صاحبتنا، استأذن قبل ما تمسك حاجه واضحه، واضحه وصريحه. لما تيجي تتكلم اتكلم بصوت واطي، واضحة وصريحة كده. مش بناكل حاجة غير لما غير لما يعزموا علينا، واضحة وصريحة. هو ده الوضوح في القواعد، وهكذا في كل حاجة احنا بنعملها. فما ينفعش ان احنا ما يكونش عندنا قوانين، ولما يكون عندنا قوانين ما تكونش واضحة. تمام؟ لما القوانين دي بتكون واضحة وبيعرفوها،
أنت هتحس براحة وهو هيحس براحة، لإنه في حاجة clear، حاجة لا تحتمل اللبس، تمام؟ مش كفاية بس إنها تكون واضحة، إنما لازم تكون معروفة ومفهومة. يعني مش كفاية إنها تكون واضحة، أنا باعيد الكلام تاني، لكن مفروض إنها تكون مفهومة. ليه؟ ليه مفهومة؟ لو مسكنا 2 كبار، إحنا إيه مشكلتنا لمّا بيحصل أي حاجة؟ معظم مشاكلنا بسبب أو معظم الmisunderstanding بين 2 كبار حتى، أنا مش هاتكلم على الصغيرين، بين 2 كبار، 2 شغالين في مجال واحد، 2 اتقابلوا مرّة واحدة، أي 2، معظم مشاكلهم بترجع في إيه؟ إما إنه في شيء مقصود ما اتفهمش، أو شيء مفهوم مش هو المقصود. نقولها تاني، معظم مشاكلنا جاية منين؟ إنه في شيء مقصود أنا قاصده بس ما اتفهمش، زي عشان نوضّح المثل ده، اتصرّف بشكل لائق أثناء الزيارة. أنتِ قاصدة حاجات كتيرة أوي، أنتِ قاصدة طريقة الأكل، أنتِ قاصدة طريقة لمّا ييجي يلعب مع أولاد الست اللي موجودة هناك، أنتِ قاصدة حاجات كتيرة أوي، لكن قُلتيها بصفة مش واضحة، مش واضحة بالنسبة له، فلازم تتوضّح، فده شيء مقصود بس الولد ما فهموش، تمام؟ طيب معظم مشاكلنا بسبب شيء مقصود ما اتفهمش، أو الجزء التاني بتاع الجملة إنه شيء مفهوم عندي، مفهوم وواضح عندي، لكن مش هو ده اللي أقصده. أوضّحها بمثل وI'm sorry يعني إن أنا أقول المثل دوّة، في الثقافة بتاعتنا لمّا بنيجي نتكلّم على واحدة بنقول عليها السِت، السِت تمام؟ في ثقافة الخليج بيقولوا عليها المَرأة، فكلمة المَرأة عندنا ليها مفهوم تاني خالص، فاهمين أقصد إيه؟ أقول مثل تاني في الثقافة بتاعتنا المكوة معناها قطعة الحديدة اللي فيها سلك كهربا بنكوي بيها الهدوم. في الخليج وفي السعودية كلمة المكوة ليها معنى تاني خالص، اللي ما يعرفش معناها المؤخرة. فبيحصل misunderstanding، بيحصل لخبطة، بتحصل لخبطة جامدة جدًا. ف القوانين إذا اتحطّت، أولًا لازم يكون في قوانين، أرجع تاني للمحاضرة، ثانيًا لازم نخلّي القوانين واضحة ومعروفة، تمام؟ لإن معظم مشاكلنا إما من شيء مقصود أنا قاصده واللي قدّامي ما فهموش، أو أنا فاهمه كويس أوي، بس مش قاصد المعنى اللي طلع منّي، تمام؟ فلازم يتقال بكل وضوح. القانون، لمّا نصحى الصبح بنوضّب السرير، ما تتوقعش إن الطفل يفهم ضمنًا إنه لمّا يصحى الصبح السرير هيتوضّب، ما أو خلّي أوضتك كويسة، لأ، إحنا بنوضّح الدنيا خالص، أول ما تصحى الصبح توضّب السرير بتاعك، خلص الكلام، أول ما ترجع من المدرسة تقلع الجزمة والشراب وتحط الشراب في الغسيل وتغسل رجليك. كلام واضح ومفهوم ومعلوم لي وليّا، علشان ما يحصلش conflict، عشان ما يحصلش لخبطة. طيب إذا كان قُلنا في 4 حاجات قبل ما نفرض العقاب، أولًا بنحط القوانين، ثانيًا نخلّي القوانين واضحة ومفهومة، تالت حاجة لازم يكون العقاب مناسب. أولًا مناسب لحجم الخطأ، يعني يعني لازم يكون في تناسب ما بين الخطأ وما بين العقاب اللي باستخدمه. ثانيًا لازم يكون العقاب مناسب للسِن، فاللي ينفع لسِن سنتين ما ينفعش لسِن 8 سنين، ما ينفعش لسِن 20 سنة، فلازم يكون العقاب مناسب للخطأ، مناسب للسِن، كمان مناسب للمكان اللي إحنا موجودين فيه. فأنا لو موجود في مكان public زي ال ال رايح أجيبه من المدرسة وقدّام أصحابه وهو غلط، ما ينفعش العقاب في التوقيت ده. أنا لو موجود في إحدى وسائل المواصلات لازم يعني أفرّق. أنا لو موجود في البيت ده موضوع تاني، فلازم يكون في تمييز في الأمور دي. فاتأكد من إن العقاب مناسب للخطأ، مناسب للسِن، مناسب للمكان، آخر حاجة لازم يكون مناسب للفرد.
ليه باقول للفرد؟ لإنه وارد جدًا إنه يكون 2 إخوات، لكن العقاب اللي بيفرق مع واحد ما بيفرقش نهائي مع واحد تاني. نخلّي بالنا من ال4 حاجات دي. العقاب لازم يكون مناسب للخطأ، مناسب للسِن، مناسب للمكان اللي إحنا موجودين فيه، مناسب للفرد، لإنه بيفرق من فرد لفرد. رابع حاجة قبل ما نفرض العقاب، أول حاجة هاقولها تاني وضع القوانين، تاني حاجة القوانين تكون واضحة ومفهومة، تالت حاجة العقاب يكون مناسب، رابع حاجة باراعي حاجة اسمها سلِّم العقاب. سلِّم العقاب ده عبارة عن 3 درجات تصاعدية. أنا دلوقتي خلاص هاعاقب، ففي سلِّم للعقاب، أنا مش باروح أنفّذ العقاب أوتوماتيك. أول حاجة في زي تحذيرات أو بيسموها مناشدات أو رسائل. فأنا طول الوقت بارسل رسايل محددة، أنا حطيت القانون والدنيا واضحة وكل حاجة، بس كل وقت بارسل رسايل، عاملة زي كده طول ما أنا ماشي في الشارع بالعربية بالاقي كل 200 متر إنه ربط الحزام. طب ما هو حطّها قبل كده، لأ بيفكّرني تاني اربط الحزام. بعديها ب400 متر بالاقي السرعة لا تتجاوز 80 كيلو. بالاقيها بعد شوية السرعة لا تتجاوز 80 كيلو، هي نفسها unless إن أنا خرجت على الطريق الhighway. بعد شوية بالاقي sign تانية ممنوع استخدام التليفون، وترجع تاني، اربط الحزام، السرعة كذا، وكأنها إشارات. فلازم يكون في إشارات منّي وتحذيرات دائمة قبل تنفيذ العقاب. وكأنها علامات وإرشادات ليه، إنّك أنت تقول له أنا أتوقّع منّك إنّك تعمل كذا وكذا، ده توقعات، دي أول حاجة اللي هي التحذيرات. ما استجابش للتحذيرات الطفل اللي معايا، باطلع في السلِّم بتاع العقاب للدرجة التانية وهي الأوامر، والأوامر مش بتتناقش. تمام؟ الأوامر أنا خلاص بقى باصدر أوامر، ما تعملش كذا. ماشي؟ ما اعمل كذا. باجي باقول فاضل 10 دقايق على النوم، باجي باقول اغسل سنانك قبل ما تاكل، خلّص الواجب قبل ما تنام. وطبعًا وأنا باقول الكلام ده لازم أغيّر الtone بتاع صوتي ولغة جسمي، فما أقولش لأ بطريقة ودودة، لأ حبيبي أنت هتغسل سنانك، لأ، إحنا تجاوزنا الكلام دوّة. فالأول في تحذيرات، بعد كده باخش على السلِّمة التانية لو ما تجاوبش مع التحذيرات وإن هو غسل سنانه، باغيّر طبقة صوتي وباغيّر لغة جسمي، تمام، وباخش على مرحلة الأوامر. ما استجابش للتحذيرات ولا الأوامر، فورًا باتنقل للسلِّمة التالتة وهي تنفيذ العقاب المناسب. خلاص، إحنا اتفقنا إنك أنت لو ما غسلتش سنانك هيحصل كذا، كذا، كذا. بانفّذ وانتهى الأمر على كده، ما بنخشش في negotiation تاني. فسلِّم العقاب عبارة عن 3 درجات، تحذيرات دايمًا، بعدين أوامر مع تغيير الtone وتغيير ال 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 الصوت، وبعد كده بانفّذ العقاب المناسب المناسب أنا حاططها in practice عندي في الpresentation علشان إحنا قُلنا مناسب للسِن ومناسب للمكان ومناسب للشخص. طيب، إذًا العقاب هو رَد فعل بعد سلوك غير مرغوب. العقاب هو رَد الفعل بعد سلوك غير مرغوب. لو ليّا ملاحظة على العقاب، ما فيش طريقة واحدة بتُعمّم كعقاب لكل الناس، لإنه العقاب المناسب لطفلٍ ما قد لا يُعني أي شيء بالنسبة لطفل آخر، لإنه إحنا البنية التحتية أو بيقولوا عليها الnate base بتاعة كل شخص، حتى لو 2 توأم مختلفين عن بعض، حاجة عاملة زي البصمة كده يا جماعة. فممكن في طفل العقاب بتاعه إنه لو ما اتحضنش ده عقاب شديد، وفي طفل تاني لو ما أخدش فلوس ده عقاب شديد جدًا بالنسبة له. فما تفتكرش إنه بعد المحاضرة دي هيكون عندك هاقول لك يعني طريقة عقاب وتنفع مع كل حاجة، فما فيش
طريقة عقاب واحدة ممكن تتعمم على كل الناس، لأن كل شخص مختلف عن الشخص التاني، حتى لو اتنين جايباهم بطن واحدة وتوأم وموجودين في نفس الظروف. كل واحد ليه شخصية مختلفة، كل واحد ليه حاجات معينة هي اللي بتأثّر فيه وممكن ما تأثّرش خالص في الطفل التاني. حتى دايمًا أقول كده ممكن في طفل لو سمع صوت المفاتيح بتاعة بابا وهو بيفتح الباب يترعب، يترعب. وفي طفل تاني لو باباه جه وهافترض إن هو اختار وسيلة العقاب وضربه، الطفل ده ما بيتأثّرش خالص بالضرب، نهائي. كل واحد مختلف تمامًا عن التاني. لو ليّا ملاحظة تاني على العقاب، العقاب غير مستحب إطلاقًا توقيعه قبل سنتين. لإنه خلال السنتين الأولى من العمر، الكلام ده كُلّه أخطاء دي كُلّها بتندرج تحت كلمة الmistakes اللي إحنا قُلناها في الأول، أي أخطاء عن غير قصد أو عمد. فأنت بتحاسب على إيه؟ يعني أنت بتحاسبه إنه عمل بيبي على نَفْسه، أنت بتحاسبه إنه لمّا جاع صوّت، أنت بتحاسبه إن هو لسه الجهاز العصبي بتاعه ما انتظمش وهو عنده سَنة ونُص وعنده رغبة إن هو يُقف، فلمّا وقف وقع اتعور. أو إنه جاي يمسك كوباية فمسك جنب الكوباية مش الكوباية، فالكوباية وقعت اتكسرت. فلا يُفضّل إنه يكون في أي نوع من أنواع العقابات الشديدة قبل سِن سنتين، لإن كل التجاوزات ديّة أو كل الأفعال اللي بيعملها غلط أو صح تندرج تحت الmistakes أو الأخطاء عن غير قصد أو عن غير عمد. آآ طبعًا يجب شرح الخطأ قبل العقاب، والشرح يبقى أكيد هو طبعًا تجاوز سِن سنتين 3 يعني، فلازم شرح الخطأ قبل ما نعاقب. أنا باعاقبك علشان أنت عملت كذا، كذا، كذا. كل مرّة هيتعاقب لازم نقعد وأقول له أنا هاعمل كذا علشان حصل منّك كذا، تمام؟ ولاحظ طبعًا إنه العقاب لو شديد بيسبب نتايج سلبية عديدة، يعني يمكن أوضّح بعضها في جزء من المحاضرة ديّة. طيب، هل في أنواع للعقاب؟ هل في أنواع كده للعقاب والّا هو العقاب شيء واحد يعني؟ طبعًا في أنواع كتيرة من العقابات، في عقاب الوقت المستقطع، يعني هو غلط فخلاص أنت أُقف كده لمدة 10 دقايق، سيبه كده واقف. ده نوع من أنواع العقبات، الوقت المستقطع. في نوع تاني العزل في مكان محدد، إنّك أنت تعزله في تُقف كده في الnaughty corner، تُقف كده في المطبخ، تُقف كده في الأوضة ديّة، بس طبعًا أتطمن إن الأوضة ما فيهاش حاجة تعوّره أو أي حاجة، لمدة 10 دقايق، لمدة 5 دقايق. والعقاب بتاع العزل ده في مكان دوّة، ده مناسب لسِن 4 سنين. ده يعني النوعية دي من العقاب دي مناسبة لسِن 4 سنين. في نوع تاني أو نمط تاني من أنماط العقاب وهو الحرمان. الحرمان من لعبة محببة ليه، الحرمان من الموبايل مثلًا، الحرمان من المصروف، الحرمان من خروجة معيّنة، الحرمان من حاجة هو بيحبها. كل أنواع الحرمانات ديّة ده نوع أو نمط من أنماط العقاب، ودي مناسبة للسِن اعتبارًا من 5 سنوات، قبل كده مش مُجدية أوي. في نمط تاني من أنماط العقاب وهو الاعتذار، إنّك أنت لازم تعتذر. والاعتذار ده مناسب من سِن سنتين، خلّي بالكم أنا كل واحدة باقول تقريبًا السِن المناسب إيه بتاع استخدام نوعية العقاب. فالاعتذار إنه لازم يعتذر لبابا، لازم يعتذر لأخوه الصغير، لازم يعتذر لمامته، لازم يكون في إصرار. الاعتذار ده مناسب من سِن سنتين. في اعتذار اللي هو إن التجاهل نظرة العين، إن أنا هاتكلم بس مش هابُص له. ففي أطفال بيفرق معاها الكلام. في نوع تاني أو نمط تاني من أنماط العقاب اللي هو الthinking chair أو الكرسي التفكير، إن هو يقعد على كرسي
وده مناسب من سن 3 سنين، لو أنا مش حابب إن أنا أوقّفه، ده مناسب من سن 3 سنين نوعية العقاب دي، إنه يقعد على كرسي كده، ما تلعبش مع أصحابك، ما تلعبش مع أخواتك، متشال منك الموبايل، متشال منك كل حاجة، مش قاعد معانا، تقعد كده في كرسي لوحدك. في نوع تاني من أنماط العقاب وهو العمل، إنك أنت هتغسل الأطباق، ده نوع من أنواع العقاب، إنك أنت هتنضّف الأرض، هتمسك المقشة وهتنضّف الأرض. في نوع أخير من أنواع العقوبات هو الضرب. آآ الضرب ده مناسب من سن 3 ل5 سنين، وأنا خلّيته في الآخر خالص، يعني خلّيت الضرب ده يعني حاجة في الآخر خالص. فاللي عايز أقوله إن العقاب بالضرب هو دليل جهل لعقابات أخرى لتعديل السلوك. إحنا قُلنا الغرض من أي عقاب ال الغرض من أي عقاب هو تعديل السلوك، فإن أنا ألجأ للضرب ده يُعتبر جهل إنه في أنواع تانية من العقابات. الضرب مناسب من سن 3 سنين، مش مُفضّل قبل كده، وآخرنا في الضرب هو 5 سنين، ده للأسف يعني. العقاب الجسدي عايز أقول إنه ما لوش وجود في قاموس تعديل السلوك يا جماعة. العقاب الجسدي يعني لو نقدر نمنعه أساسًا ده يبقى حاجة يعني حاجة مُجدية جدًا. ليه؟ ليه؟ هاقول شوية ملاحظات عن الضرب كده وخلّينا نحطها في دماغنا. يعني الضرب دليل جهل لعقابات أخرى لتعديل السلوك، الضرب مهين لإنسانية الإنسان، شيء مهين لكرامة الإنسان. الضرب بينزع لغة التفاهم، وبينزع الحوار، ما بيبقاش في حوار، ما يعني إنك تلجأ للضرب أنت كده ما فيش أي نوع من أنواع التفاهم. الضرب وكأنك بتحل المشكلة بشكل مؤقت. الضرب له انعكاسات أنا باقول بسرعة مساوئ الضرب، الضرب له انعكاسات نفسية سلبية شديدة، أسوأ ما فيها هو فقد الثقة وفهم الشخص عن ذاته. ليه؟ لأن الضرب ب ب ب وكأني جِبت بذرة الخوف حطيتها جوّه الطفل، الضرب بينشأ عنه الخوف. وعايز أقول لك كده على جنب، معظم الأمراض النفسية تقريبًا بتعود إلى الخوف. الخوف يا جماعة حالة نفسية تعِسة، بتخلّي صاحبها خايف من كل حاجة، والحالة دي بتنبُع من داخل الطفل، وبتسبب له زعزعة، هَزّة، رَجّة نفسية، فبالتالي الثقة بتُنتزع من شخص المضروب، فما بيبقاش عنده ثقة في نفسه، ما بيبقاش عنده ثقة في مظهره. ما بيبقاش عنده ثقة في كيانه، ما بيبقاش عنده ثقة في تكوين علاقات حميمة مع حد، ما بيبقاش عنده ثقة في اختياراته هو شخصيًا، هو مش واثق إذا كان اختياره ده هيطلع صح والّا غلط، لإنه زمان كان الحل الوحيد إنه يتضرب، فهو ما هواش عارف المشوار اللي هيروحه ده هينجح والّا هيفشل، الاختيار بتاعه ده كويس والّا مش كويس، ألبس اللبس ده والّا ما ألبسش اللبس ده، فتلاقي ما عندوش ثقة في نفسه، منعدمة. كمان الضرب بيولد الكراهية والاستياء والمرارة نحو الضارب، نحو الشخص اللي بيضربه. ففي ناس أنا يعني ياما قابلت ناس في بيت المشورة هنا وبرّه بيت المشورة، ناس يعني شخص عنده 30 سنة، 35 سنة يقول أنا مش ناسي ضرب أبويا ليّا وأنا عندي 6 سنين. يعني وهو وبينهار. والضرب يا جماعة كأي شيء من فرط استخدامه بيفقد فعاليته، لكن اللي بيفضل موجود هي المرارة بتاعته. فالضرب بينشئ الخوف، والخوف هي البذرة تقريبًا لسبب جميع الأمراض النفسية اللي بتواجه الشخص.
كمان الطفل بينقل الضرب دوت كانعكاس انفعالي على الآخرين، فبيطلع بيضرب زمايله، بيطلع ممكن لما يختلف مع مديره في الشغل الحل الوحيد عنده هو الضرب. بيطلع لما يتجوز، لما مراته ما توافقوش على أي حاجة، فبيبقى الحل الوحيد هو الضرب. ليه؟ لأن هو ده الموديل اللي شافه، هو ده الفيلم اللي شافه وهو صغير. هو لما اتضرب مشي كويس. هو لما باباه ضرب مامته افتكر ان هو ده الموديل، فلما بيكبر ايزلي ان هو يضرب مراته، ايزلي بسهوله جدا ان هو ممكن يمد ايده على المدير بتاعه، بسهوله جدا انه لو حد داس له على طرف ممكن ينزل من عربيته ويبهدل الدنيا. فالطفل بينقله كانعكاس انفعالي على الاخرين. وطبعا الضرب مش لازم يكون بالاعتداء الجسدي، انما في ضرب بالكلمات أسوأ من الضرب. يعني يا ريته كان ضربني بإيده. يا ما سمعت الكلمة دي جوه بيت المشورة، يا ما سمعتها جوه أوضة المشورة وجلسات المشورة. وفي ضرب بالنظرات، وفي ضرب بالإيماءات، وفي ضرب بالمقارنات، إن أنا أقارن. فالضرب شيء مرفوض تماما وملوش وجود في قاموس تعديل سلوك الأطفال. طيب العقاب بالضرب، الضرب في السن الصغير مناسب من سن 3 سنين، واخرنا في استخدام الضرب لو كنت بتضرب او لو لسه بتضرب اخرك لغايه سن 5 سنين، علشان نتجاوز السلبيات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي. الضرب لازم يكون على الايد، يعني ما يكونش على الوش، ما يكونش بالشلاليت، ما يكونش في أي حتة تاني. الضرب على الوش بالقلم دي إهانة غير عادية، بتفقد الإنسان كرامته وبتفقد الإنسان ماء وجهه، وبيشعر إن هو دي الطريقة الوحيدة إن هو يمد إيده على إيد على وش حد تاني. فالضرب من سن 3 لغاية سن 5، الضرب لازم يكون على الإيد، أو الضرب يكون على المؤخرة. يعني لو هتضربه تضربه على مؤخرته، حتة ما تؤلموش قوي إنما بتنفذ فيها العقاب. الضرب يفضل إن هو يكون بعصاية، ما ينفعش يكون بإيديك، علشان الإيد دي هي رمز الحب، هي اللي بتدي حب، هي اللي بتدي حضن، هي اللي بتحتضن، هي اللي بتدي الأكل، هي اللي بتدي الأمان. فعلشان ما يتكونش شعور عنده سيء نحو إيدك، لانه ما بيقدرش يعني يجرد كده، انما خليه يكره عصايه المكرونه مثلا، انت بتضربه بعصايه المكرونه. فالضرب يكون بعصايه. الضرب كمان لازم يكون برفق، مش بشده، مش بانتقام، مش بعنف. وده طبعا في المواقف اللي بيعتبر فيها سوء التصرف غير لائق، او فيها تحدي من الطفل. ده اللي عندي على موضوع الضرب. استخدم الضرب في أضيق الحدود. شوية ملاحظات سريعة كده. أسلوب الضرب في التأديب حتى سن 5 سنوات. العقاب بالضرب لازم يكون بمعزل عن الناس. ما ينفعش إني أضربه قدام زمايله، ما ينفعش إني أضربه قدام إخواته، ما ينفعش إني أضربه في حتة بابليك، ما ينفعش. ده غير مسموح. لازم يكون بمعزل عن الناس. بعد الضرب حاول إنك أنت تنسحب، لأنه طبعًا جواه ثورة عارمة يعني. فسيبه ينفّس، سيبه ينفّس شوية، سيبه يبرطم شوية، سيبه يطلّع شحنة الغضب دي. سيبه ينفّس في حجرته وحيدًا، أو في مكان العقاب اللي أنت حاطط له. اسمح له إنه يغضب. كويس إنه يعني ما م م يعني إنه ينفّس الغضب بتاعه، لكن لو الثورة ونازل بقى يزيد، انسحب، انسحب، و وهو هيهدى لوحده. ليه باقول لك انسحب؟ لإنه عايز أقول إيه، عايز أقول عارفين الممثل على المسرح بيعمل إيه؟ الممثل بيأدّي، فالجمهور بيتفاعل. طيب لو إحنا شِلنا الجمهور، الممثل
مش هيعرف يأدّي، هيأدّي لمين؟ ما فيش. فأنت الجمهور بالنسبة لابنك، لو أنت انسحبت خلاص الثورة اللي عنده دي هتهدى، مش هيبرطم كتير، إنما طول ما أنت واقف ممكن العصبية تزيد، لإنه عامل زي الممثل في المسرح، عايز رد فعل منّك. فيعني انسحب لمّا تيجي تنفّذ لمّا اسمح له إنه ينفّذ وانسحب شوية، لإنه طبعًا هو في حالة غضب شديدة شوية. طبعًا في الضرب ما يكونش في عنف وما فيش صياح، يعني ما فيش صياح أو أي دليل بيعكس عدم سيطرتك أنت على نَفْسك. يعني ما تروحش في صويت وscreaming وإنك أنت تبتدي تفقد السيطرة، لأ، يعني ما فيش صياح، أنت غلطت فبتتعاقب بكل هدوء easy like this ما فيهاش إحنا بنسيطر على الموقف، فلازم أنت كمان تكون بتسيطر على نفسك وأنت بتأدّي العقاب بتاعك. سادس حاجة عايزك ترجع تاني للملاحظات اللي إحنا قُلناها، تذكّر من فضلك التوازن ما بين صفات الله، الرحمة والعدل. إذا كنت حطّيت حساب، من فضلك يكون حسابك فيه رحمة. فبعد ما تنفّذ العقاب، من الرحمة إنك ترجع له بعد شوية، تاخده في حضنك وتقول له أنا باحبك، حتى لو ما اتكلمتش، هو هيبقى محتاج إنه يترمي في حضنك. لأ ما أنت حسّسه إنّك أنت بتحبه، خُده في حضنك تاني ولازم يشعر ولازم يتأكد إنه العقاب اللي حصل out of love نابع من الحُب وإنّك بتحبه، لكن مش موافق على تصرُّفه. وعايزك تفتكر إن أعظم عقاب لمن أخطأ إنّك تورّي له قد إيه قد إيه إنه ما زال جميل في نظرك. أعظم عقاب للي بيغلط، إنك تورّي له إنه قد إيه لا زال جميل في نظرك، فيجب أن يشعر بالحب ده، يجب أن يشعر بتدفق الحب ده، يجب أن يشعر إنك مش موافق على تصرفاته، مش موافق على الكلام اللي قاله، لكن أنت بتحبه، لإنه ابنك، لإنه يهمك، تمام؟ فتذكّر من فضلك التوازن ما بين الرحمة والعدل. يمكن السماح لي بالجلوس بدل الوقوف بمعدل دقيقة لكل سنة بحد أقصى 15 دقيقة، ده في الكرسي التفكير، يعني إحنا قُلنا أنواع العقبات إنه يقعد على كرسي، فأقصى حاجة عشان ما يفرُكش ممكن 15 دقيقة ويعني بمعدل دقيقة لكل سنة، يعني لو سنّه 8 سنين يقعد 8 دقايق، لو سنّه 10 سنين ممكن يقعد 10 دقايق، إنما ما يقعدش أكتر من 15 دقيقة في الكرسي ده. وبعد ما يقعد في الكرسي لازم ترجع له، أنت عملت عقاب معيّن، لازم ترجع له، ارجع اسأله: تحب نتكلم؟ فكّرت أنا عاقبتك ليه؟ عايز تقول لي حاجة؟ طيب أنت ليه ضربت صاحبك؟ إحنا اتفقنا إن إحنا بنلعب مع بعض مش بنمِد إيدينا على بعض. طيب تحب نعمل حاجة لصاحبك اللي زعلان؟ طيب تحب تقول له آسف؟ لازم ترجع بعد ما تنفّذ العقاب، ولازم بعد ما سِبته يفكّر لازم تعمل model لإعادة التفكير، أنت بتضبّط مشاعره، أنت بتضبّط الكلمات اللي هو يمكن مش عارف يقولها، أنت بتربّي، أنت بتأدّب، أنت بتخلق إنسان جديد، تمام؟ أوكي، لفعالية التأديب هاخدها بسرعة كده، علشان يكون التأديب فعّال لازم تحافظ على الاستمرارية والثبات في تنفيذ القوانين والتعليمات اللي أنت حطيتها. الناس بتتعلم يا جماعة من خلال القوانين والتعليمات الثابتة. كل ما هترجع من برّه هتغسل رجليك، زي الشغل كده، كل ما هتروح متأخّر هيتخصم عليك يوم، كل مرّة هتقعد كده لغاية لمّا ما تلاقيش مرتب، كل ما هتمشي في الشارع وهتتجاوز السرعة المحددة هتاخد مخالفة ب200 جنيه، ما فيش لا تتراخى في تنفيذ القوانين، القوانين بتكتسب قوتها من استمراريتها، فما ينفعش إنه مرّة نفوّت
و10 نحاسب، ما ينفعش 10 نحاسب و10 نفوّت، ما ينفعش، ما ينفعش. إذا كنا بنربي، إذا كنا بنأدّب، لازم تكون القوانين ثابتة ومستمرة، كل يوم، كل يوم، زي شغلك كده، كل ما هتروح متأخر هيتخصم عليك يوم، ما فيهاش فصال. 3 مرات، 4 مرات، 10 هتقعد كده لغاية لمّا ما تلاقيش. لازم يكون كده القانون بيبقى واضح، صريح، متخاف منه. آآ كمان لازم تُصِر على ما تريد من غير عِند، من غير عِند. احتفظ بحزمك، احتفظ بالحزم بتاعك، زي كده مدارس الراهبات ما أقولش، وما تفقدش يعني حالتك المزاجية، ما تتنرفزش. أنت بتحط قانون، فما تفقدش بكل هدوء بننفذ القانون. 3 نفّذ العقاب اللي اتفقت عليه وما تهدّدش من فضلك بحاجات أنت مش هتنفّذها. فما فيش حاجة اسمها أنا هاموّت نفسي لو ما سمعتش الكلام، ما أنت مش هتعمل كده، أنتِ مش هتعملي كده، أنا هاسيب البيت وأمشي. ما من فضلك بلاش الكلمات اللي ما لهاش أي معنى، ما فيش مصروف السنة الجاية كلّه، ما فيش الكلام ده. يعني نفّذ العقاب وما تهدّدش بحاجات أنت مش هتنفّذها. علّمه كمان لفاعلية التأديب، علّمه إنه يضبط نَفْسه بإنه يعمل الصح حتى لو كل الناس بتغلط. هي التربية كده يا جماعة، مش معنى إنه كل الناس بتغلط فبقى الغلط صح، لأ، هيفضل الغلط غلط وهيفضل الصح صح، وإحنا بنعمل الصح. فعلّمه إنه حتى وهو قاعد لوحده بيعمل الحاجة الصح، حتى لو كل الناس بتعملها غلط، بتعمل نفس الحاجة غلط. تحدي صعب، لكن هو ده التأديب. هي دي الأُسس اللي إحنا بنحطها في ولادنا، هي دي لو كنا عايزين نشء صالح، لو كنا عايزين نرجّع المجتمع بدل ما بنقعد نترحم ونقول المجتمع رايح بينا على فين، لأ إحنا بنحط المبادئ دي علشان نضمن إن الأمور تكون ماشية في نصابها الطبيعي. كمان فعالية التأديب راعي التدعيم الإيجابي. التدعيم الإيجابي يعني إيه؟ بإعطاء شيء محبب لتقوية سلوك مرغوب، ودي حسب الشخصية. فممكن طفل عمل حاجة كويسة، ممكن تدّي له حلوى، يعني تجيب له حاجة حلوة، دي حاجة تبسط أوي. واحد تاني بتدّي له فلوس، واحد تاني تدّي له ابتسامة، واحد تالت تدّي له تشجيع، واحد تاني تدّي له فلوس. كويس؟ فالتدعيم الإيجابي ده عمل حاجة كويسة، اعمل تدعيم إيجابي، إعطاء شيء محبب لتقوية سلوك مرغوب. كمان عايز أقول في الحتة ديّة آآ ألفريد أدلر بيقول هاقولها بسرعة كده: "أعظم ثروة يستطيع الطفل أن يمتلكها هو أن يكتسب الشجاعة، والطفل سيء السلوك هو طفل مُحبط." الأطفال اللي سلوكها مش كويس دي أطفال أُحبطت، يعني عملت حاجات صح كتير ما كانش في حد بيتفاعل معاها، وعملت حاجات غلط كتير وكانت الناس بتحاسبها، فبييجي له depression، بييجي له إحباط. عشان كده أدلر بيقول: "أعظم ثروة يستطيع الطفل أن يمتلكها أن يكتسب الشجاعة، والطفل سيء السلوك هو طفل مُحبط." فلمّا يعمل حاجة كويسة لازم يكون في compensation، لازم يكون في حاجة تقوي السلوك اللي عمله دوّة. كمان راعي التدعيم السلبي. التدعيم السلبي يعني إيه؟ إن أنا أشيل مثير سلبي علشان أدعّم سلوك كويس. يعني هو عمل حاجة كويسة، فممكن بغض النظر عن موضوع المذاكرة ده لإن ده فيها debate جامد أوي، هاقول له مثلًا بدل ما هتذاكر ساعتين إحنا هنخلّيهم ساعة ونُص. المذاكرة شيء ثقيل، شيء سخيف، لكن ده مثير سلبي، فأنا هاخفّفه شوية. عمل حاجة كويسة، هاقول له أنا هاوضّب الأوضة بتاعتك بدلًا منّك. توضيب الأوضة كان تقيل عليه، فراعي التدعيم الإيجابي إنّك تدّي له حاجة كويسة علشان تدعّم سلوك، وراعي التدعيم السلبي إنّك تشيل من على كاهله مثير سلبي علشان برضه تدعّم سلوك مرغوب. سابع حاجة راعي كلامك المنطوق، الكلام اللي أنت بتقوله. يعني قُل له لمّا تيجي تعاتبه تصرُّفك ما عجبنيش، كلامك ما عجبنيش، أنت عملت حاجة وِحشة، بدل ما تقول له أنت وِحِش أو أنت سيء. تفرق كتير أوي، تفرق كتير أوي، أنت على بعضك وِحِش وأنت كلامك كان مش كويس.
راعي كلامك المنطوق. أنا عارف إن مفهوم التأديب سهل فهمه، إلا إن بعض الوالدين بيجدوا صعوبة كبيرة في استيعابه. بس عايز أقول التعليم في الصغر كده عامل زي النقش على الحجر، فيعني مُجهِد، لكن أنت بتنقش على الحجر. مُجهِد يعني لكن لازم تعمله. مُتعب للولد؟ آه مُتعب للولد. ولازم يكون في كل حاجة، حتى في اللعب. يعني بعد ما بنخلّص لعب، إحنا بنرجّع اللعبة بتاعتنا وبنحطها في الدولاب. بيطلع بعد شوية ولد منظَّم جدًا، حتى لو بقي عنده 40 سَنة، 50 سَنة. ليه؟ في حد عمل فيه حاجة وهو صغير، في حد نقش حاجة وهو صغير، فجزء من اللعب. إحنا دلوقتي هنلعب ساعة مع بعضينا، بعد ما بنخلّص بنلِم الكوتشينة نحطها في العلبة بتاعتها وبنرجّعها الدولاب. خلاص، خلص، الكلام خلص، يفضل معاه طول العمر بعد كده. آآ من فضلك كبّر دماغك شوية، من فضلِك بلاش تتحدّيه، قدّمي احتواء، والمبادرة دايمًا لازم تكون منّك، لإنّك أنت الكبير. والكبير هو اللي بيدوّر على الصغير، وهو اللي لازم يحتوي الصغير، علشان معظمنا بنعند ونتحدّى عيالنا، فالطفل هيروح فين؟ الطفل هيروح فين لمّا يلاقي واحد كبير يعني فرق بينه وبينه 25 سَنة بيتحدّاه؟ يعني إذا كان هو ما بيعرفش يعمل كده مع واحد صاحبه، فهيعمل إزاي كده مع بابا؟ فمن فضلك تجاوز الأحداث الصغيّرة لصالح ابنك. كبّر دماغك، بلاش تتحدّى، بلاش نبقى واقفين لولادنا على الواحدة. الكبير هو اللي بيدوّر على الصغير. من فضلك كمان كُن قدوة في الاعتذار. الاعتذار يا جماعة ثقافة. لو ما اشتريناهاش كلنا في بيوتنا وإحنا صغيرين هيبقى تقيل علينا جدًا، جدًا، جدًا إن إحنا نقول sorry. وأنا قُلت لكم في نُص المحاضرة إنه الاعتذار مناسب من سِن سنتين. من سِن سنتين علّمه to say sorry. أنا آسف، أنا غلطت. الاعتذار مش ضعف، الاعتذار قوة ونضج. بس لازم تكون دي ثقافة موجودة في البيت، أنا ومراتي بنعملها علشان يشوفها، لإنه الطفل بينفّذ اللي بيشوفه جوّه البيت. كمان في العقاب لازم اتفاق الأب والأم على أسلوب العقاب ونوعه، فاتفاق الوالدين لتجنب الصراع في الثواب والعقاب والمكافآت، لإنه الولاد very intelligent وبيبقوا عارفين من أين تؤكل الكتف، وعارفين إن بابا ممكن يكون بيفوّت، ماما ما بتفوّتش، فيروح لبابا لمّا يكون عايز حاجة أو العكس. ما ننساش إن المركب اللي ليها ريّسين بتغرق. فلازم إحنا الاتنين نكون متّفقين إنه ميعاد الرجوع الساعة 09:00، فإحنا الاتنين بنقول نفس الكلام. ما ينفعش يروح لماما يقول لها 09:30، ما ينفعش يعني يروح لبابا. لازم يشعر إنه في مجلس إدارة لهذا البيت، لازم يعرف إنه في قوانين محطوطة، فلازم نتّفق بابا وماما على نوعية العقاب ونوعية المكافآت وأسلوب الثواب. آآ إذا كنت هاقول كلمة أخيرة فمن فضلك المهم إنه يكون في حوار دائم. الحوار، 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 الحوار هو اللي بيخلّيني إن أنا أفهم اللي قدّامي. كل ما هتقطع من وقتك، كل ما هتقطعي من وقتِك في حوار مع ابنِك، كل ما هينفتح وكل ما هيقدر يفهم دماغِك أنتِ بتفكّري إزاي، وأنتِ هتقدري تفهمي دماغه هو بيفكّر إزاي. المفتاح للتأديب هو الحوار، والحوار من بدري، نقعد نتكلّم، نتكلّم، إنه يجد حد بيرجع يتكلّم معاه. الأطفال تحب إنها تتكلّم، ما فيش واحد بيطلع كتوم، ما فيش واحد. في طبعًا ناس بتطلع بطبيعتها كلامها قليل شوية، إنما إنه يجد شخص متاح ليه دايمًا زي بابا وماما، بيأثّر حاجات كتيرة جدًا، وبيأثّر كلام كتير جدًا أنت عايز تقوله، لإنّك بتفهم. لأ طالما إحنا بنتحاور وبنتكلّم، وبنتكلّم في الكبيرة والصغيّرة، بنقدر نفهم بعض. آخر حاجة أحب أقولها إنه تذكّر إن إحنا بنتعلّم من الخطأ. فمن فضلك، من فضلك ومن فضلِك امنحي ابنِك فرصة تانية وفرصة تالتة وفرصة رابعة وفرصة 10.
لمّا يغلط دي مش نهاية الدنيا، إحنا بنتعلم من الغلط، إحنا مش بنتعلم من الحاجات الصح. لذيذ إن إحنا نعرف، لذيذ إن إحنا نكون عندنا الأمور واضحة، بس إحنا مش في عصر الصح والغلط، إحنا تجاوزنا الكلام ده، إحنا في عصر الصح والأصح. هنعرفه منين غير لمّا نغلط؟ فلمّا يغلط ما هياش نهاية الدنيا، ما كلنا كنا بنغلط وإحنا صغيرين، فادّي له فرصة تانية وكبّر دماغك، ما تُقفش عند كل الأمور. آخر حاجة وزي ما إحنا بنعمل لولادنا إن إحنا بندعي لهم وبنلجأ لربنا و ب ب ب بندعي لهم في الامتحانات، ولمّا بيكون تعبان بندعي لهم وبنصلي لهم، من فضلك ادعي في صلواتك ادعي ليهم. أنا مش عايز إني أدخّل الأمور في حتّة مختلفة، لكن عايزك تشعر بعجزك، إنه موضوع التربية موضوع أكبر من إمكانياتك، فلازم إن إحنا نقرا ولازم إن إحنا نتعلّم، ولمّا بنفشل خالص بندعي لربنا في صلواتنا إنه ربنا يحميهم وإنه يساعدنا في فهم أطفالنا. في النهاية أحب إن أنا أسيب لكم بعض عناوين الكُتب، كُتب مفيدة جدًا، جدًا للي يحب يقرا ويحب يستفيض. في كتاب اسمه ربِّ ولدك، في كتاب للي عنده ولاد بس اسمه أبناؤنا الصبيان كيف نربيهم، في كتاب للي عنده بنات بس بناتنا الصبيان كيف الصبايا آسف، أبناؤنا الصبيان كيف نربيهم ده كتاب، كتاب بناتنا الصبايا كيف نربيهم. في كتاب اسمه الحدود مع الأطفال، في كتاب اسمه عادة الرد الوقح، في كتاب بيعلّم الأطفال 3 حاجات: نعم، من فضلك، شكرًا. في كتاب أخير أحب أسيبه معاكم اسمه الإبداع في التنشئة. اعمل جوجل على الكتب ديّة هتلاقيها موجودة، نزّلها أو اشتريها، الموضوع يستحق. يعني لمّا بنجيب موبايل جديد بنخلّي بالنا منّه وبنحافظ عليه لئلا يُقع، لئلا يتكسر، لئلا مش عارف إيه. ولادنا أقيم كتير من موبايل أو ساعة أو قميص جديد أو حاجة جديدة، يستحقوا إن إحنا نطلّع فلوس ونشتري كتاب ونقرا ونتعلّم إزاي نتعامل مع ولادنا. عايز أشكركم جدًا على الوقت اللي فات، أنا تجاوزت الساعة شوية، لكن مبسوط إن أنا كنت موجود معاكم، وإن شاء الله نتقابل في محاضرات تانية من بيت المشورة. أسماء الكتب تاني: ربِّ ولدك، أبناؤنا الصبيان كيف نربيهم، بناتنا الصبايا كيف نربيهم، الحدود مع الأطفال، عادة الرد الوقح، نعم من فضلك شكرًا، الإبداع في التنشئة. شكرًا لحضراتكم وhave a good night.